السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة منكم لأبويا يوم بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا لازم آدم حبيب قلبي يقايم ويدوق أول واحد. لا مش أول واحد يعتبر، يعني لأن صينية البيتزا بسم الله ما شاء الله ما صبروش على ما المكرونة تطلع من الفرن واكلنا منها كلنا. فجينا بقى الوقت بقى ادم بقى قلت له لازم تدوق يا ادم، هي سخنه سخنه مولعه جدا. ادم ما كانش عارف يدوق بصراحه. كل واحد من ولادي طلب حاجه انا عملتها له. ادم حبيبي طلب، قال لي يا ماما انا عايز كنتاكي. بعد ما جيت قلت الفراخ، كنت اسمى الفرخه، قلت اعمل نصها كده بالبصل وخدت منها الصدر بحب اقطعه بانيه. قال لي لا انا عايز ستريبس وعايز كنتاكي. يا ابني ده انا شوحتها بالبصل واحطها في الفرن مع المكرونه. عملتها له برضه، والله عملتها بطريقه جميله برضه، وعملت صينيه مكرونه بشاميل يا سيدي بالجبنه بقى كده وحاجه ايه خيال. وبيتزا اللي طلب حاجه عملتها له. كان حبيب قلبي الدفعه كان رايح الجيش وقال لي انا عايز مكرونه بشاميل. قلت له يا سلام، ده انا اعمل لك مكرونه بشاميل ومعاها بيتزا كمان تاخدها وانت ماشي. وادم قال لي مصمم وواقف معايا في المطبخ بيحب يقف معايا، انا عايز يا ماما ستريبس وكنتاكي. طب يا ابني انا ما عنديش يعني الامكانيات ان انا اعملها دلوقتي الكنتاكي، بس عملتها له وطلعت تحفه. يلا بينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين، ويجعل بيوتكم عمرنا بالخير دايما. هنا بقى حطيت البصل ضربه في الكبه، وعلى نص كيلو لحمه، وعصقت معاكم كتير جدا، وعارفين انا بعصق ازاي. طيب يعني طريق اللي متابعيني عارفين ده كيس مكرونه اقلام. حطيت الميه، حطيت فيها شويه زيت وشويه ملح، وهنا البصلتين فرمتهم فرمه حلوه مع نص كيلو لحمه، وشويه فلفل اسود وشويه مثلا ملح. ويعني لو حابه احط شويه زعتر حلبي مشكل من كل حاجه بحط، مش حابه ما بحطش، حسب بقى المزاج. كده بقى هسيبها تتعصج، هقسمها لان مش هعمل المكرونه كلها بنص كل لحمه. عملت بيتزا بقى. بصوا هتشوفوا الفيديو ده عظمه، عظمه كده، حاجه تحفه كده، حاجه جيت من يعني سبحان الله كده كلها ورا بعض، كانت زي الفل. طبعا انا هنا بسلق المكرونه وبعصج اللحمه، وقلت مثلا ايه مقطعه نص الفرخه حتت صغننه كده، وقلت زي ما انتم شايفينها كده حتت صغيره كده، قلت اشوحها ببصلايه شويه فلفل اسود وشويه ملح واحطها في الفرن مع المكرونه. جه ادم من ورايا طبعا من ورا الكواليس بيقول لي يا ماما انا عايز، كنت بقى البانيه ده بقطعه برضو واخده من الفرخه كده واشيله اعمل بيه اي حاجه ايه في يوم تاني. قال لي يا ماما انا عايز كنتاكي، انا عايز ستريبس. عايز ستريبس عايز كنتاكي؟ طب العمل ايه يا ادم؟ ده ما فيش مثلا إيه مع الدقيق كله استخدمته، عايزه شويه دقيق، عايزه مثلا اي حاجه، في حاجات ناقصه كتير. شوحتها كده ببصل شويه فلفل اسود وشويه ملح، وكان في نيتي بصراحه يا دوبك تاخد تشويحه كده وربع كوبايه الميه تشربها، واحطها في الفرن ومحضره لها صينيه صغيره. فطبعا كل حاجه اتغيرت. هنا بقى شويه دقيق، هعمل بقى ايه، حطيت عليهم شويه ملح، معلقتين لبن بودر، بيضه. دي بقى صينية البيتزا بقى، شوية زعتر حلبي بقى كده بيخلوا البيتزا دي تحفة، جربوها بجد حكاية. شوية خميرة فورية. قلت اعمل كله على بعضه كده ورا بعض، بصراحة كان يعني انجاز، خلصت بسرعة. حطيت كده الدقيق الموجود بالبركة، انا ما عايرتش لان يا دوبك هم عملوا الصينية الكبيرة. حطيتهم وحطيت عليهم بيضة ومعلقتين لبن بودر، شوية ملح، معلقة خميرة فورية، شوية زعتر حلبي، ومية دافية كده، وعجنتهم. طلعت مني لينة شوية يعني كده، وشوية زيت كده زيتون في الآخر يلم معايا العجينة وبيخليها حلوة قوي، بيخليها طرية وجميلة. اهي هي يا دوبك صينية. سبتها كده بقى، المطبخ طبعا مصهد فخمرت بسرعة. اخر بقى بصوا شويه دقيق، اخر شويه دقيق في العلبه، انا بحب اجيب الاكياس الدقيق افضيها في العلبه دي واستخدم منها. هعمل بقى البشاميل. احنا كده عجننا عجينه البيتزا، شوحنا الفرخه، هي نص فرخه مش فرخه. معانا اللبن هنا، ننزل بسرعه كده عليه نعمل البشاميل بتاعنا. البشاميل المره دي مش هتقله،
اخليه يعني لا منه تقيل ولا منه خفيف. انا حابه اعملها كده المكرونه تبقى جوسي كده حلوه كده بالجبنه كده تبقى جميله. شويه ملح، شويه فلفل اسود، ومكعب مرقه دجاج. كده بقى هنقسم اللحمه، نصها للمكرونه البشاميل ونصها للبيتزا. نص البيتزا بقى حطيت عليها شويه ميه، شويه ميه ايه، شويه صلصه طماطم ضربها في الخلاط مش مركزه. شويه طماطم كنت ضربهم في الخلاط، نزلت عليهم بقى بشويه اللحمه اللي انا عاملهم للبيتزا. بحب اعملها كده ايه، اتنين في واحد على طول، مش هقعد افرز الصلصه وكده لا، انا بعملها على طول. لما بكون باللحمه المفرومه بحط الصلصه على اللحمه ايه، على اللحمه المفرومه. هنا بقى بنعمل البشاميل بتاعنا، وزي ما قلت لكم مش هتقله المره دي. صفيت المكرونه وجبتها في الحله، وجبت بقى القارب بتاعنا عشان نعمل بقى احلى صينيه مكرونه فعلا طلعت حكايه. هنحط بقى نص البشاميل بتاعنا ونقلبه بقى في قلب الحله كده. كل ما اقلب وهتحتاج هحط تاني. كان تحفه بصراحه، لما بحط فيه مكعب مرق الدجاج بيبقى جميل قوي. هحط بقى نص المكرونه في الصينيه وافردها كده. بس انا عملت معاكم المكرونه كتير يعني، فيديوهات مكرونه بشاميل كتير جدا، بس انا برضو حبيت اشارككم اليوم او اشارككم الغدا بتاعنا. وفي نفس الوقت اللي بيبقى جديد عليا ولسه داخل مشترك جديد بيشوف برضو، بدل ما يراجع، لا بعمل برضو بكرر. اصل احنا الاكلات معروفه فاحنا بنكررها. هننزل ببقيه كميه المكرونه ونسويها كده ونظبطها. ننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، ببقيه البشاميل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ودي جبنه موتزاريلا بجيبها من فتح الله، سايبه جميله قوي. دي اللي جبنه الموتزاريلا صفرة حلوه، طلعت احسن من اللي بتبقى بيضه وفاتحه شويه، تبقى جميله والمطه بتاعتها بتبقى حلوه قوي. حطينا صينيه المكرونه في الفرن، حط نقطه زيت بقى ذره كده او زيت زيتون، ده زيت زيتون. بصوا سايحه كده ازاي، بصوا خمرانه لما قايله، بس لان المطبخ سخن جامد فخمرها بسرعة. ومحضرة طبعا زيتون مقطعاه، طماطم، بصل، فلفل. يعني بصوا، فلفل الوان عندك حطي براحتك. هنزل بيهم كلهم كده مش هستخسر كده. بسم الله ما شاء الله، كانت حلوة وجميلة كده كلها لحمة. الطريقة دي بتوفر عليكي كتير قوي قوي، انك بتجيبي صلصة الاول وتفرديها وترجعي تحطي اللحمة. لا، حطي الصلصة او حطي الطماطم على اللحمة وسبكيها وافرديها كده على طول، بتنجز معاكي. وبصوا بقى ده حلو، مقطعه عصافيري كده صغننه، بصل، فلفل اخضر، طماطم، زيتون اخضر او او اسود زي ما انت حابه. وافردي بقى كله عليه كده، وحطي جبنه بقى زي ما انت عايزه. ولادك بيحبوها غرقانه جبنه، غطيها كلها جبنه. انا الطبق ده اللي كان باقي معايا حطيته بكله بصراحه، لو كان في عندي تاني كنت حطيت تاني. بس طلعت حكايه والله، طلعت جميله جدا. انا بقى كله بيحلم بقى ورايا يقول لي انا عايز كذا انا عايز كذا. بصوا بقى، بعد ما شوحتها في البصل حطيت عليها بقى البانيه اللي انا كنت مقطعاه من الصدر، وحطيت بقى شويه فلفل اسود، شويه بابريك، شويه شطه، شويه توم باودر، شويه كركم، شويه كيري، شويه كده بقى بهارات، وشويه خل. ما هعمل ايه بقى، هو عايز بقى كنتاكي وستريبس، طب اعمل ايه؟ برضو اتصرفت وعملت. مع ان الكنتاكي طريقتها مش كده خالص، ده انا لازم اعمل لها خلطه بدقيق وببهارات بقى معينه، بس الحمد لله طلعت زي الفل والله. وفيجيتار طبعا، انا المفروض ان انا اعملها الكنتاكي، المفروض ان انا بحط نشا على الدقيق، وبحط ما بستخدمش الفيجيتار خالص، هو دقيق بس. بس طبعا اللي موجود فانا عملته وطلع بصراحه حلو قوي، عجبهم كلهم وعجب ادم اهم حاجه. وادم كل يوم ما اجي اعمل اكل اعمل لك ايه يا ادم؟ ولو سالت اخواته الكبار يزعل، يقول لي انا زعلان منك ومخصمك ليه يا ادم؟ يقول لي عشان انت بتساليهم هم ما بتسالنيش. قلت له لا، انا هسالك انت اول واحد، واللي انت هتقول لي عليه هعمله. فلازم اساله، فجي بقى يقول لي لا،
هتعملي لي بصوا بقى البيتزا بسم الله ما شاء الله كله بيحب يدوق بقى. وبصوا مش عايزه اقول لكم واقفين ورايا اللي عايز يدوق. كانت نص الصينيه كانت قربت خلاص. بصوا عامله ازاي تحفه، طريه وجميله والجبنه خطيره فيها. والله الحاجه اللي بتيجي على السريع بتطلع تحفه. ولا الستريبس وقطع البتاع طلعت جميله ولونها حلو. بصوا الجمال. بصوا بصوا القلب بتاعها ولا احسن من بص كنتاكي. بسم الله ما شاء الله طلعت طريه وطعمها حلو والتوابل بتاعتها كانت جميله جدا. تنسونيش بقى من اللايك والشير. ادم بقى واقف بره المطبخ مستنيني بقى اجي يا ماما، وانا بقول له تعالى يا ادم. اجي يا ماما تعالى يا ادم. اشوفكم دايما في احسن حال، ويا رب يكون كل اكلي بيعجبكم. وبشكركم جدا كل اللي بيعملوا لي لايك، الاتنين تلاتة الخمسة اللي بيعملوا لايك بشكركم من على راسي من فوق. متنسوش اللايك والمشاركات وكل حاجة حلوة واشكركم. واشوفكم على خير في فيديو جديد وحاجة جديدة من مطبخ نشوى الخطيب.